على ما يحدث في كردفان ودارفور. يا اخوتي الكرام، انا عايز ازف لكم البشريات اللي وعدتكم بها امبارح وتحدثت عنها باذن الله سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لكم كل الفرق العسكريه يا جماعه في شغل كبير يدار دون اعلام ودون ضجيج. وحتى الليله كمان طلعت تصريحات الليله في تعليمات صارمة لكل المنتمين للقوات المسلحة السودانية من عدم ظهورهم في الميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصاريح. شغل خالي إعلام، ونحن طبعا زي ما كنا عارفين نحن بنتكلم نحن ما في زول بيدفع علينا قروش، ولا في زول موجهنا، ولا في زول قاعد يقول لنا قولوا. نحن مواطنين سودانيين. نعم، أصبحنا صوت للشعب السوداني ونتحدث لنطمئن أهلنا في كل مكان، ونطمن بالذات المرجفين والمشككين والمهزوزين واللسه قاعدين بيتفرجوا علي متكين ولسه مدردمين وقاعدين مشاهدين وخايفين ومرعوبين. نحن ديل هاي الدارين نطمنهم. يا إخوتي الكرام، أنا أبشركم إنه كل الفرق العسكرية التي تتبع للقوات المسلحة السودانية جاهزة عدة وعتاد، والله وبالله. كل هذه الفرق في القطاع الغربي التي سقطت في يد الميليشيا الجنجويد الإرهابية، والناس اللي قاعدين يتساءلوا أين وهم وأين ذهبوا، أنا عايز أقول لكم الفرقة 16 مشاة نيالا جاهزة، الفرقة السادسة فاشر جاهزة، الفرقة 22 بابا نوسة جاهزة، الفرقة 20 الضعين جاهزة. كل هذه الفرق تم إعادة تجهيزها ومن جديد، والآن مرتكزة في مواقع محددة حتروها في اليومين الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. وزي ما كلمتكم حتنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى بقية الوحدات القوات المسلحة والقوات المساندة لها لتحرير كامل تراب الوطن، والبداية من كردفان بإذن الله سبحانه وتعالى. نبشركم بأن التجهيزات والإعداد والتشوين والتحديث يجري على مدار 24 ساعة. التطوير الذي وجدته القوات المسلحة السودانية في هذه الحرب والله وبالله لم تجده في تاريخها كامل. نبشركم أن قواتكم المسلحة الآن تضاعفت قوتها عدة مرات وأصبحت قوة كبيرة جدا. الناس الما فاهمة في الشأن العسكري وما شاهنا فيما يدور وما يحدث لقواتكم المسلحة السودانية في الأرض، أنا أبشركم أنه نحن أصبحنا قوة كبيرة، قوة والله لها ما بعدها. يا إخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين بجهود الرجال وعزيمة الأبطال. قواتكم المسلحة الآن في أفضل حالاتها، وللذين يشككون وللذين يخافون وللذين يستمعون إلى إعلام الميليشيا المضلل اللي قاعد ينطلق هذه الأيام وبالذات محور الأبيض، أنا حاوريكم الليلة ما يحدث وحاوريكم التطمينات اللي تفرح قلوبكم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن في البداية أحب أقول للناس اللي ما فهم حاجة تعالوا أفهموا ما يجري في الأرض. قواتكم المسلحة ما قوات شو وإعلام وتعالوا شوفوني أنا قاعد أعمل شنو. شغل يطبق على الأرض باحترافية وكلية حربية. ده ما شغل أولاد دقلوا، ده شغل الكلية الحربية اللي طردت هؤلاء الملاعين من كل مناطق الشمال وجعلتهم حفاة عراة يتسابقون تحت أشجار اللالوب عسى ولعل أن يحظوا بقليلا من الطعام. تحية لك أخوي لطفي. أنا حاوريكم يا إخوتي الكرام في هذا البيان لقواتكم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية يا إخوتي الكرام. والآن التقرير اللي حديكم له ده في 10 أيام فقط يا إخوتي الكرام. هذا التقرير في 10 أيام حتى تروا ماذا تفعل قواتكم المسلحة السودانية. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة العامة للقوات المسلحة، تعميم صحفي الأحد 14 يونيو 2026. تواصل قواتكم المسلحة والقوات المساندة لها دك أوكار التمرد وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية ناجحة في مختلف محاور العمليات، حيث تمكنت خلال الفترة من الأول من يونيو
وحتى تاريخه من إلحاق خسائر كبيرة بميليشيا الدقل الإرهابية ومرتزقتها، وكانت على النحو التالي: محاور دارفور تم تدمير عدد 29 عربة قتالية للميليشيا والقضاء على عشرات العناصر المتمردة، كما تم تدمير عدد من المخازن في مدينة نيالا، منها عدد 2 مخازن ذخيرة، وعدد 2 مخازن عتاد عسكري، وعدد 2 مخازن ذخائر خاص بالطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تدمير مستودع وقود رئيسي كان يستخدم في دعم وإمداد العمليات للميليشيا. محاور كردفان حققت قواتكم انتصارات كبيرة أسفرت عن تدمير عدد 91 عربة قتالية للميليشيا والقضاء على عشرات المتمردين وإفشال محاولاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. محاور النيل الأبيض تم إسقاط مسيرة استراتيجية معادية في سماء مدينة كنانة. ومحاور النيل الأزرق تمكنت قواتكم من تدمير عدد 21 عربة قتالية للميليشيا المتمردة وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وبذلك بلغ ما تم تدميره خلال الفترة المذكورة 141 عربة قتالية، فضلا مقتل عشرات العناصر المعادية وإصابة أعداد كبيرة واستلام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وتؤكد القوات المسلحة أن العمليات مستمرة حتى القضاء على الميليشيا الإماراتية الإرهابية واستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد. دعواتنا بالجنة والخلود للشهداء الذين مهروا بدمائهم طريق العزة والكرامة، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، والعودة للأسرى والمفقودين. نصر من الله وفتح غريب. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية. ده كان تقرير يا إخوتي الكرام لقواتكم المسلحة السودانية القيادة العامة في 10 أيام اللي فاتت. والناس اللي بتفتكر إنه لا يوجد عمل ولا يوجد شغل، يا جماعة عن قوات العمل الخاص ناس الليل شغالين فتك ومتك في هؤلاء الميليشيا وفي ارتكازاتهم، شغل كبير وفاخر دون إعلام ودون ضجيج. يا إخوتي الكرام هذه الميليشيا تعاني الأمرين، وكل الآن الإعلام الكاذب اللي قاعدين يسوقوه في منصاتهم وفي غرفهم الإعلامية الغزرة هو كله فرفرة مسبوح. والليلة نحن حنفضح هذه الميليشيا المنهارة المنقسمة على نفسها البدعاني بصراعات قبلية طاحنة فيما بيناتهم. يا إخوتي الكرام خلونا نبدأ بالبل والفتك بتاع الليلة ونوريكم قواتكم المسلحة قاعدة تعمل في شنو. كان الليلة يا إخوتي الكرام قبار والأجواء كانت أحجبت الرؤية تماما في شمال كردفان الأبيض والمناطق المجاورة لها، وما انقشع ذلك القبار إلا وأتت مسيراتنا الونانة المباركة يا إخوتي الكرام، ووجدت هؤلاء الملاقيط في منطقة أم بادر يا إخوتي الكرام معاهم عدد 2 تناكر وقود مليئة وقود كانت ذاهبة للمقطوعين والقاطعين بنزين. يا إخوتي الكرام تم فكهم بنجاح ولم يخرج منهم أحد. هذه المجموعة ومعهم 2 تناكر وقود في منطقة أم بادر اللي كانوا متجهين بها إلى مناطق بارا وجبرة الشيخ. عيننا ترصدهم في كل مكان وتفتك بهم في كل مكان. نمشي لمنحى آخر واتجاه آخر، وجنجويد شغالين ورجقة شديدة وبيانات وإنهم الآن يستعدون للأبيض. وتعالوا أوريكم نحن ماذا نفعل بهذه الميليشيا المنهارة المنقسمة على نفسها. الليلة كان في تعامل ناجح لنسور الجو في منطقة الفرشاية والظليمة والكدر. تم تدمير عدد أكثر من 10 عربات قتالية جنجويدية، وكان هناك في جغم لملازم أول اسمه ضحية نورين التوم، وعدد من الغادات حذكرهم لكم الليلة إن شاء الله في نشرة الساعة 9 لتوقيتهم كعوك لفطايس آل زقلو. الحمد لله رب العالمين. نمشي لفتك ومتك آخر، وطبعا لن يخبروك الجنجويد عما يحدث في جنجة جنوب كردفان حيث كبري حجر الدليب. أسألوهم ماذا حدث هناك حيث تم فك المجموعة الموجودة ولم يخرج منها أحد.
حتشمع الويل والتكاليب الجنجويد. ولو لاحظتم في الفترة الأخيرة لا يذكروا ما يحدث لفطايس حباب أخوي إياد، ولا ما يحدث لهم من فجخ ومتك في كل مكان. فهؤلاء عبارة عن بندقية رخوص، يذهب من يذهب ويموت من يموت. المهم أن تظل القضية والكذبة متواصلة لأخذ ما تبقى إلى مصيرهم المحتوم. نمشي يا إخوتي الكرام إلى فاشر العز وفاشر الحب وفاشر الصمود، حيث حينما تذكر الفاشر يذكر التاريخ أن هناك رجالا لم تبيع ولم تهن، حيث أن هناك رجالا قاومت وسجل تاريخ عظيم. الليلة يا إخوتي الكرام وفي لحظات ظنوا فيها أننا ننساهم أو ننسى الذين يوجدون هناك. الليلة يا إخوتي الكرام كانت سلاح الجو زار زيارة إلى الفاشر استهدف فيها أكبر تجمع لقيادات الميليشيا الإماراتية الإرهابية الماهرية. ضربة كانت كبيرة ولها ما بعدها، ولم يخرج واحد في هذه الميليشيا وأبواق النتنة ليذكر ما حدث لأكبر تجمع لقيادات الميليشيا. يا إخوتي الكرام الموجودين هناك كان من ضمن هؤلاء القادات أجانب، و3 منصات تشوين موجودة في الموقع ودفاع جوي تم جغمهم بالكامل. الحمد لله رب العالمين. وما بينما هناك قوات وقوة كبيرة تزحف، وفي الطريق نصر من الله وفتح. يا جماعة ما يعني بعض مرات نحن بنقول نفك الدرب، عشان كده احسن نكون ساكتين. ان شاء الله الجاي حيكون حزين على هذه الميليشيا باذن الله سبحانه وتعالى. انا دار اوريكم يا اخوتي الكرام ما حدث في يوم امس واليوم، والاعلام الكبير والورجه الكثيره للميليشيا التي تريد ان تسوق الرعب لأهلنا في كردفان وفي شمال كردفان بالذات، حاضرة شمال كردفان مدينة الأبيض والرهد. الميليشيا يا إخوتي الكرام التي ترسل المسيرات على مدار اليوم لمدينة الرهد وللأبيض، ولا ترسلها إلى حيث تواجد الجيش، وإنما ترسلها للمواقع المواطنين ولأماكن تواجد المواطن المغلوب على أمره. يا إخوتي الكرام امبارح نازل أرسلوا مسيرات لأكثر من 4 ساعات، والمسيرات تعمل في مدينة الرهد شمال كردفان. يا إخوتي الكرام أيضا الأبيض. ولكن أبشركم أنه الليلة الدفاع الجوي الليلة عمل بصورة ممتازة بالفرقة الخامسة مشاة، وأسقط مسيرات استراتيجية للعدو لما استهدفت للمرافق المدنية بمدينة الأبيض تم إنزالها الحمد لله رب العالمين بنجاح كبير. الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أقول لأهلنا في الأبيض وهم يعلمون تماما الكمية الاطمئنان اللي هم بيعيشوها في وجود القوة الهائلة والكبيرة لقواتهم المسلحة والهجان أمريش والفرقة الخامسة مشاة هناك. لا خطر على الأبيض، وكل ما يساق وما يدار الآن في الميديا هو عبارة عن صراخ وعبارة عن مسرحية هزلية تعودنا عليها على مدار 3 سنوات اللي مضت. الميليشيا الآن في أضعف حالاتها ولا تستطيع وتعلم تماما ما يحدث لها يا إخوتي الكرام. وأنا أوريكم أقرب مثال لهذا العمل الليلة يا إخوتي الكرام. وعلى مدار اليومين الفاتت واليوم أبناء الهجان أبريش الفرقة الخامسة مشاة قاعدين يمشوا أماكن بعيدة جدا عن الأبيض وحول الأبيض، ويلحقوا بكل أماكن تواجد هذه الميليشيا، ويلحقوا بهم الهزيمة النكراء ويبيدوهم عن بكرة أبيهم. لا يوجد خطر على الأبيض. شوفوا يا إخوة الكرام الشو نازل يتم تدمير ارتكازاتهم القريبة والبعيدة حول الأبيض في كل مكان. نحن الذين نسحب ونهاجمهم وليس هم. شوفوا معي يا اخوتي الكرام. فيديو طويل وفيه اصوات. المهم الحمد لله رب العالمين
نحن امورنا طيبه، وكل ما يشاع اخوي اياد حبابك الله يعزك، وكل ما يشاع هو عباره عن مسرحيه هزليه، وبيننا وبينكم الايام، وبيننا وبينكم ما يحدث في الميدان يا ايها الجنجويد، والسواعي ما حدث. اي بدل انا من لم ارى في حياتي وفي تاريخ الكليه الحرب، في تاريخ الحروب، انه انت داير تمشي تشيل مكان وتصيح ليل ونهار ان انا جايك انا جايك، ما تجي. هو في زول بيقول داير اجي انا اشيل لي مدينه، هل يحتاج كل هذا الصراخ والميديا؟ لا لا، تعالوا وفي الخفاء، وتعالوا بكل برود الدم، وافعلوا كما تفعلوا وتجيدوا دائما في احراق المواطن والمدن بدون اعلام وكده. جايك جايك جايك، تعالوا بس، ما بيحتاج الكلام ده كله. طيب يا اخوتي الكرام، انا داير اقول لكم وابشركم انه قواتكم المسلحه السودانيه الان تعد العده، والان ابشركم بوصول العده الجديده. نعم، ابشركم ايها الشعب السوداني البطل انه قواتكم المسلحه السودانيه الليله دخلت عصر الاسراب الذكيه، وانا بقول لكم يا الجنجويد ويل لكم من شر قد اقترب. اقسم بالله العلي العظيم الليله يا اخوتي الكرام قواتكم المسلحه السودانيه وللمره الاولى وفي تاريخ السودان وتاريخ الجيش السوداني، الليله يا اخوتي الكرام قواتكم المسلحه دخلت عصر الاسراب الذكيه بمسيرات سيفري سنيك التركيه. الليله قواتكم المسلحه السودانيه رسميا استخدمت الجيل الجديد من الذخائر المتسكعه، المسيرات الانتحاريه المعروفه باسم سيفري سنيك، وتسمى باسم آخر هو اسمه الباعوضة لصغر حجمها، والتي تطورتها شركة بايكار التركية الرائدة في الخدمات الحربية إخوة الكرام. وهذه المسيرة إخوة الكرام تمنح قواتكم المسلحة السودانية قدرة غير مسبوقة في مناورة العمق العمليات، حيث يتجاوز المدى حقها 1000 كيلومتر، مما يتيح استهداف مواقع استراتيجية خلف خطوط العدو بدقة عالية وبأقل تكلفة. وتتميز يا إخوة الكرام باعتمادها الكامل على تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من التحليق كأسراب ذكية مترابطة. وتتمتع هذه المسيرات بالقدرة على التواصل المستمر والتلقائي فيما بينها دون انقطاع، وتبادل احداثيات الاهداف المرصوده. يعني ممكن تديها هدف وهي اثناء في الجو، بعد ما تضرب هدف تديها هدف، تديها احداثيات اخرى وتذهب الى مكان اخر. يا اخوه الكرام الشغل شغل كبير، وهذه الونانه او هذه الباعوضه حتروح اليومين الجايه. انا بقول من هنا بقول لكم ايها الميليشيا جهزوا حباب عناي، حقن الملاريا وحقن الزيتيه، جاياكم بعوضه شينه، جاءكم بعوضة شينا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تصيبكم بملارية الموت حتى لا يبقى فيكم حيا يشهد على ما حدث بإذن الله سبحانه وتعالى. علينا يا إخوتي الكرام الميليشيا المنهارة، الميليشيا المتفلتة اللي كل يوم تفعل وتنتهك وتفعل المجازر في كل أماكن اللي هي موجودة فيها، الليلة في مجزرة جديدة وفي انتهاك جديد يا اخوتي الكرام. قامت ميليشيا الجنجويد الليله بحرق عدد كبير من القرى التابعه لمنطقه اورشي بمحليه تنبرو بولايه شمال دارفور، عقب هجوم كبير شنته الميليشيا على القرى، ونفذت عمليات سلب ونهب واسعه لممتلكات المواطنين، الى جانب احراق سوق اورشي بصوره كامله بعدما نهبت محتوياته وطردت المواطنين منه. لكم أن تتخيلوا هذه الميليشيا اللي تفعل انتهاكات وجرائم يندى لها جبين البشرية. يا إخوتي الكرام عندنا بيان من المقاومة الشعبية ولاية شمال كردفان لهذه الجريمة الشنعاء. يا إخوتي الكرام بسم الله الرحمن الرحيم. المقاومة الشعبية ولاية شمال دارفور، تقرير ميداني حول هجوم ميليشيات الدعم السريع على منطقة خزان أورشي التابعة لمحلية تنبرو بشمال دارفور. شنت ميليشيا الدعم السريع العابرة للحدود صباح اليوم هجوما عنيفا ومباغتا على منطقة أورشي والقرى المحيطة بخزان أورشي التابع لمحلية تنبرو. واجتاحت القوى المهاجمة
المنطقة مستخدما تعزيزات عسكرية شمل السيارات دفع رباعي، إلى جانب إعداد كبيرة من العناصر المستنفرة على ظهور الخيول والجمال، حيث شنوا عدوانا واسع النطاق استهدف المدنيين العزل وممتلكاتهم، علما بأن هذه المنطقة والقرى خالية تماما من أي مظاهر عسكرية. حصيلة القرى المتضررة بالحرق والنهب أسفر الهجوم البربري عن إحراق ونهب 8 قرى في محيط خزان أوشي، حيث تواصل الميليشيا أضراب النيران في المنازل المشيدة بالقش والمرافق على نطاق واسع، ومن بين القرى التي تم توسيع احتراقها وتدميرها بشكل جزئي حلت أورشي، قرية إني، وقرية السلام، وقرية قطعة قرية سنغوري، وقرية حاجاك. الخسائر البشرية والمادية أسفر الاحتداء عن مقتل عدد من المواطنين 5 مواطنين، ولم يتم التواصل إلى حصيلة نهائية دقيقة لأعداد الشهداء حتى كتابة هذا البيان. هذه هي الميليشيا يا إخوتي الكرام التي على الانتهاكات والمجازر في كردفان وفي دارفور وفي كل مكان وطأت فيها أقدام هذا الطاعون. اللهم خلص هذا الشعب السوداني من هذا الطاعون الذي ابتلانا به يا رب العالمين. المواطن يعاني يا إخوتي الكرام من هذه الميليشيا اللي قاعدة تنتهك المواطن وتحرق القرى يا إخوتي الكرام. الميليشيا الليلة يا إخوتي الكرام وفي ظل انهيار الكبير، أنا أبشركم الانسلاخات والاستسلامات لم تتوقف. الليلة يا إخوتي الكرام نبشركم بأنه مجموعة كبيرة من أبناء تولس في صفوف الميليشيا المتمردة قد وصلت إلى تفاهم كامل يا إخوتي الكرام مع القوات المسلحة السودانية والاستخبارات لتسليم نفسها. في اليومين الجاية بإذن الله حنكشف لكم التفاصيل وعدد الجنود اللي منضمين من أبناء تولس يا إخوتي الكرام، أبناء تولس اللي يعني تجرعوا الظلم من هذه الميليشيا. وآخره كان أحمد ود العمدة قائد المجموعة 110 اللي تعرض للاحتداء في نيالة يا إخوتي الكرام بمسيرات الميليشيا. يا إخوتي الكرام، أخوي سيف الدين الله يعزك، هذه الميليشيا يا إخوتي الكرام اللي قاعدة كل يوم تفاجئنا بما لا يمكن أن تتخيلوا ولا يمكن أن تدركوا. أنا عايز هذا الفيديو وأنا أرسلته في الجروب التليجرام يا إخوتي الكرام. هذا الفيديو ليهود العالم الجديد. هؤلاء الميليشيا هم يهود العالم الجديد. أنا حوريكم في منظر لا تراه حتى في أفلام هوليوود، لكم أن تتخيلوا يا إخوتي الكرام، سيف الدين الله يعزك، لكم أن تتخيلوا بأن السلامة يأكلون لحم أحد أفراء البني هلبة بعد أن حرقوه يا إخوتي الكرام، أكلوه مشوي على الفحم يا إخوتي الكرام. لكم أن تتخيلوا إلى أي مدى هؤلاء البشر لا ينتمون إلينا ولا ينتمون إلى الأخلاق ولا للدين ولا للأعراف يا إخوتي الكرام. في فيديو لم نراه حتى في أفلام هوليوود وبوليوود يا إخوتي الكرام. السلامات بعد أن أحرقوا أحد أفراد البني هلبة قطعوا لحمه وأكلوه. لكم أن تتخيلوا هذه الميليشيا الجاية تقدم للهامش وللشعب السوداني السلام والأمن والأمان، وتبحث عن حقوق الشعب السوداني، وهم عبارة عن ضباع، عبارة عن خنازير، عبارة عن وحوش بشرية لا ينتمون إلينا ولا ينتمون إلى الأمة السودانية الطيبة يا إخوتي الكرام. شوفوا معي يا إخوتي الكرام، يأكلون لحوم بعضهم، ولكم أن تتخيلوا في هذا الفيديو. لكم أن تتخيلوا أيها الشعب السوداني. أنا أتمنى هذا الفيديو
وأنا أرسلته على قناتي في التليجرام أن يتم ترجمة حديثه يا إخوتي الكرام. اللي بيضحك شنو أحمد صلاح؟ أن يتم ترجمته يا إخوتي الكرام لعدة لغات، وحتى يرى العالم وحشية الذين يريدون أن يحكموا الشعب السوداني، حتى يروا أن هؤلاء من يريدون أن يبثوا الأمن والأمان، هؤلاء يفعلون في بني جلدتهم وأبناء عمهم هكذا، فما بالك ما يفعله في باقي الشعب السوداني، هؤلاء الوحوش البشرية. سبحان الله يجزاك يا رب. نعم يا إخوتي الكرام، فيديو صادم وفيديو لا يمكن أن تراه حتى في أفلام الخيال وأفلام هوليوود. هؤلاء هي حقيقة هؤلاء الجنجويد الذين ربوا وترعرعوا على هذه على هذا العنف وعلى هذا البطش يا إخوتي الكرام. آخر حاجة وقبل ما نمشي لفقرة أخرى، أنا عايز أوريكم يا أيها الشعب السوداني، إخواني الموجودين في الكبشرة بالله يهديك ابشروها براها. شوفوا يا إخوتي الكرام، يعني نحن وصلنا أي هوان وأي إذلال. تحدثت معاكم قبل يومين عن اختفاء بعثة الجوازات السودانية في تشاد 42 يوم، ولم تتحرك دولتنا ولم يتحرك سفارتنا ولم يتحرك أحد. ومن يهن يسهل الهوان عليه، يهن الهوان عليه. يا إخوتي الكرام، ليكم أن تتخيلوا الليلة يا إخوتي الكرام، شوفوا محمد كاكا ودولة تشاد ماذا تقدم للشعب السوداني، وكيف نحن أصبحنا نذل ونهان. يا إخوتي الكرام، الليلة تشاد تطرد القنصل والعاملين في قنصلية السودان بأبشي، قالوا بسبب مخالفات. قالت مصادر في السفارة السودانية في أنجمينة والقنصلية في أبشي إنه اليوم الأحد إنه تشاد أغلقت القنصلية وأعلنت القنصل العام والعاملين فيها أشخاص غير مرغوبين فيهم مطالبة إياه بمغادرة أراضيهم. دارين نشوف الجريمة الكبيرة يا إخوتي الكرام اللي ارتكبوها شنو. وأفاد المصدر بأنه السلطات التشادية أغلقت القنصلية في مدينة أبشي على خلفية جملة من التجاوزات التي ارتكبها القنصل العام قذافي عبد الله محمد يا إخوتي الكرام. وأوضحت أنه القنصل استدعى بعثة السجل المدني من السودان دون مخاطبة السلطات التشادية. البعثة اللي كلمناكم عنها ومختفية ترى كانوا في الحبس يا إخوة الكرام، حبسهم دولة تشاد بأوامر من حمدتي مع هذا العرطيط النتن الارتزاق المرتزق محمد كاكا يا إخوة الكرام. قال لهم ما يطلعوا لهم جوازات سودانية. نعم يا إخوة الكرام، 10,000 سوداني يعاني هناك. نعم، وذهبت البعثة بتاعت الجوازات، وده أمر منوط بالقنصلية ومن مهام القنصلية. أنا أتحتار جدا في إنه أنت بتقول إنه وصول بعثة السجل المدني إلى القنصلية دون إعلام ومخاطبة السلطات التشادية إنه ده تجاوز. لكم أن تتخيلوا يا أخوة، ده صميم عمل القنصلية وده صميم عمل السفارة في كل مكان، إنه تأتي الجوازات وتطلع الأوراق الثبوتية للسودانيين. لكم أن تخيلوا هذه آخر الزمان وآخر المهازل تشاد، وهذا العرطيط النتن محمد كاكا الكلب لابناء دقلوا ولابناء زايد يا إخوة الكرام، الليلة قام بطرد وقفل القنصلية يا إخوة الكرام. ونحن لا حياة لمن تنادي 42 يوم ونبحث عن القنصلية، عن البعثة تحت الجوازات أين ذهبت وهي محبوسة بأوامر من محمد كاكا يا إخوة الكرام. قلناها لكم مرارا وتكرارا، هذه دولة عدوان. وانا والله استغرب ذاته، نحن مقعدين سفير لشنو، مقعدين قنصل لشنو؟ يا اخي اطلعوا واقفلوا علاقاتكم مع هذه الدول التي صدرت الينا الموت وصدرت الينا الخراب وصدرت الينا الدمار. لم يأتنا خير من تشاد الا هو، وصدرت الينا الموت وكانت هي سبب في اطالة امد هذه الحرب. بلا تشاد، بلا النيجر، بلا كينيا، بلا اثيوبيا، بلا قرف.
بلا ليبيا دول صدرت لنا الموت وصدرت لنا إطالة أمد هذه الحرب، ونحن لسه بنتعامل بدبلوماسية. أي دبلوماسية ونحن نهان ونذل في كل مكان؟ أي دبلوماسية تتحدث؟ وعن أي كرامة ومعركة كرامة نحن نقف إذا كان كرامتنا نحن كسودانيين تذل وتهان من بيت عرطيط؟ كان يوم أمس نحن من أرسينا قواعد الحكم والإدارة والنظام المدني والحكومي في دولة تشاد. نحن كنا من حملنا الطوب والسقف من السودان، حملناه حتى تشاد لنبني أول مدرسة في تاريخ تشاد. ونحن نوصل مرحلة من الإذلال والهوان لهذه الدرجة. هذه الحرب تمنحنا الكرامة أم تنزع منا كرامتنا وآخر ما تبقت لنا؟ كان الله في عوننا جميعا. نمشي لفقرة ثانية ونخش طوالي. نحن قاعدين نشوف حاجات والله وبالله. وزارة الخارجية عندنا قسما بالله فقحتوا مرارتنا وفقحتوا مصارينا ومتأخرين، وخبركم بيجي بعد السنة وردود أفعالكم بعد السنة. وما يا جماعة ما تحرقوا فشفاشنا. نحن ما فضل يا أخي الحرق ده فضلت لنا فشفاش ذاته يا أخي. أخي محمد كاكا شنو العافية الهوينا زي الضبط يا جماعة؟ ده هو قايل عنده يعني داسي عنده دولة ولا مثلا داري يخارعنا؟ نحن هسه بحربنا وبحالتنا دي لما في بنفتك فتك بنفتك والله ينفتك وفتك لما نعرف ان الله حق. محمد كاكا شنو يا اخي؟ اقول لكن يا جماعة نحن وصلنا لمرحلة زي دي. اثيوبيا يصدر لنا الموت ونمشي نجتمع في اراضيها عشان نحل مشكلتنا. يا جماعة نحن وصلنا مرحلة من الهوان ده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولسه من كينيا أنا هناك كينيا سفيرنا قاعد وقنصلنا قاعد. يا أخي هسه قنصلنا لاسه قاعد في دبي. القنصل حقنا لاسه قاعد في دبي. يا حريك الله يا ما تحرقوا دمنا يا أخي. نمشي لقدام خلينا نتفشى في الأدب وقدام بحر ديل. الله جد لا تفشى ما في شيء غيره بيفش انا يشهد الله. المهم قبل ما امشي النشره احب اوجه بشرى لاهلنا مواطنينا في الخرطوم وام درمان وبحري وشرق النيل، المناطق الناس المقدمين لمحولات الكهرباء. ابشركم انه الليله وصلت دفعه كبيره جدا من محولات الكهرباء بساعات مختلفه، واي زول مقدم وعليه الدور امشوا عشان تستلموا يا اخوتي الكرام محولاتكم حتى تعود الكهرباء اليكم. ونبث البشرى لاهلنا في بري ان شاء الله انه الان العمل جاري، وبري في الايام الجايه حتكون عن بكره ابيها الاناره بتوصل ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. فوصلت دفعه جديده رغم الاقتصاد ورغم الوضع الحاصل، ولكن عجله التنميه وعجله النماء والإعمار ما خربته هذه الميليشيا يعمل على طول الوقت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين الناس اللي بيشتغلوا لخدمة المواطن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم يا رب العالمين. والقاعدين يتفرجوا علينا أسأل الله يكتلكم كلكم جزاء الله. جابوكم وزراء جداد وجابوكم معين، جابك عبد المعين تعين اللي هو عايز تعين في رقبتك. أسأل الله أي وزير شغال ربنا يعينه، وأي وزير ما شغال الله يكتلك، الله يقتلكم زي ما قتلتوا وهردتوا كبدتنا. الله يقتلكم. انا ما درج بساميكم. انا ما زول يعني صدامات، لا زول صدامات ولا زول يعني شو. اي والله يعني بامكاني اجيب اساميكم هنا وارعى فيك ليل ونهار. اي والله لكن انا ما زول كذي، لكن بقول بس بدعي لله بس الله يقتلك. انت عارف رقبتك. انت الوزير ما شغال الله يقتلك انت والعينه. قالوا ما بيفهم بالتلابيح لا بريح لا بيستريح. انت فاهمين انا قاصد شنو؟ كان فاهمينك واكتبوا لي فاهمينك تعيد. اكتبوا لي فاهمينك تعيد. بس خلاص. يا جماعه ما تكتبوا اسامي لو سمحتوا، ما تدخلونا في مشاكل لو سمحتوا يا جماعه. نازلين السودان وما يقوموا يعكشونا ساكت في صمت خشوم. احترموا نفسكم. ما تجيبوا لنا صورة أسامي تعيد لو سمحتوا يا إخوتي الكرام. نازلين السودان قريبات دي. قوي يعكشونا عكشات هنا اسمه سانكا.
طيب يا اخوتي الكرام، خلونا نمشي يا اخوتي الكرام لفقرة المجرومين.